التمثال الملعون اللي أي حد يقرب منه لازم يموت. في بداية القرن العشرين علماء الآثار اكتشفوا تمثال فرعوني في مقبرة قديمة جدا بمصر. التمثال كان منحوت من الحجر وملامحه غريبة جدا كأنه بيبص للي قدامه. بعد الاكتشاف بفترة قصيرة اتنقل التمثال لمتحف في بريطانيا، ومن هنا بدأت الحكاية المرعبة. حارس المتحف اللي كان مسؤول عن التمثال اتصاب بمرض غامض ومات بعد أيام قليلة، وبعد بشهور موظفين تانيين قالوا إنهم بيسمعوا أصوات غريبة جدا في القاعة، وأدوات العرض كانت بتتكسر من غير أي سبب. الأغرب إن الزوار نفسهم حكوا إنهم حاسين إن عين التمثال بتتبعهم في كل مكان وكأنه حي. وفي حادثة شهيرة سنة 1909 اتقال إن واحدة من الزائرات لمست بس التمثال، وبعد أيام اتعرضت لحادث وتوفت فعلا. الناس بدأت تصدق إن التمثال عليه لعنة قديمة، لعنة بتصيب أي حد يقرب منه. المتحف قرر إنه يخبي التمثال لسنين طويلة أوي، لكن كل مرة كانوا بيحاولوا يعرضوه للناس تحصل مصيبة جديدة. لحد دلوقتي محدش قادر يفسر هل هي مجرد صدفة وخرافة واتنقلت بين الناس مع الوقت، ولا فعلا التمثال ده ملعون ولسه بيحمل أسرار ما وراهاش أي تفسير. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل الحكايات المرعبة والقصص اللي وراها أسرار غامضة، واكتبولي في التعليقات تحبوا أحكي لكم عن إيه في الفيديو الجاي.